سلام، مرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نقدم لكم غراتا شوفلوغ بطريقه سهله وبزاف بنين. وقبل ما نبدا نطلب منكم فضلا وليس امرا تشتركوا في قناتي اللي ما راهمش مشتركين وديروا لي جيم الى عجبكم الفيديو. في طنجره صغيره ولا مقله ديروا شويه زيت وجيبوا كميه من السكالوب، قطعوه صغير كيما انا مقطعاته بهذا الشكل وحطوه في الزيت يتقلى. درت لهم شويه ملح وربيت سنتهم وخليتهم يتقلاو على نار هادئه وبالاكو يتحرق لكم الثوم. ومن بعد زدت شويه فلفل الكحل وثوم بودره وشويه قرفه. كي يبدا يدخل له طياب هذاك الدجاج نحطوا البصل ونقلوهم ملح حتى يتكراميليزا البصل ونغطوا عليه ونخلوه يطيب في الماء ديالو. من جهه اخرى جبت كاسرونه درت فيها 2 مغارف كبار مارغرين وقيس هكاك مغرف ونص ولا 2 مغارف كبار فرينه. لازم نحمصوا الفرينه مع الزبده ومن بعد نضيفوا الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر باش ما يجيكمش هذوك الحبيبات، باش تجيكم ليس. الحليب درت حوالي نصف لتر وما تنساوش ديروا لها الملح. عاودت وليت الطنجره ديالي لقيت البصل بدا يدبال، عاودت غطيت عليه وخليته يكمل يتقلى. هنا كان الحليب مازال بارد لكني استمريت في التحريك تاع البيشاميل. فورت شوفلوغ ووجدته ومن بعد هنا راهي عقدت لي لا بيشاميل شويه، ما لازمش تجي عقده بزاف. زدت لها كميه من الجبن، استعملوا اي جبن عندكم وديروا الكميه اللي تحبوا. فوالا حطيت شوفلوغ ديالي داخل طنجره كبيره اللي تتحمل الحراره وطحنته هكا غير شويه، ما لازمش يولي بيوري. هنا كان البصل دبالي وكي بدا يلصق زدت له غير شويه تاع الماء ودوك نخلي الماء هذاك ينشف مليح وتتجمر لاصوص باش نستعملها. وهذوك الحبيبات اللي راهم يبانوا في لابيشاميل هذاك الفرomاج، هاد لابيشاميل راهي ليس 100%. فوالا كي طابت لاصوص تاع الدجاج والبصل فرختها فوق شوفلوغ اللي طحنته وزدت فرخت قريب نصف كميه البيشاميل اللي خدمتها ونخلطوا كلش مع بعض وندوقوا الى خص الملح نزيدو. فرغت الخليط في البلا تاع الفوغ وكميه لا بيشاميل اللي قعدت لي درتها من الفوق على الوجه وربيت فوقها شويه شيدر. وهذه هي النتيجه بعد ما حطيته في الفوغ وشعلت عليه من الفوق، جاء روعه. بصحتكم.